تأشيرة إلكترونية على التونسيين بداية من 25 سبتمبر الجاري إلى غاية 26 جانفي 2026، وذلك في إطار إجراء استثنائي ومؤقت يتمثل في فرض هذه التأشيرة الإلكترونية. المغرب يفرض التأشيرة الإلكترونية على القادمين لمشاهدة نهائيات كأس أفريقيا 2025 بالمملكة. شروط الحصول على التأشيرة، اسمع يا جدك، اسمع الشروط، اسمع الشروط ومن الآن اعمل حسابك. شروط: 1. حجز تذاكر المباريات. ايوه، اول حاجه تشتري التذاكر، ما تجي شيء هكذا السلام عليكم هاجا جينا، لا بنفرض على ابوك التاشيره. شفتوا انتم عندما فرضتوا على المغاربه التاشيره وانتم شويه زريبه اصلا، انتم بلد زريبه اصلا وفرضتوا تاشيره هكذا، ما المغاربه ضحكوا منكم. لكن شوف المغربي عندما يفرض عليك التاشيره عنده المبررات، عنده كل شيء. هذه تاشيره خاصه بالكاس افريقيا. المغرب يفرض التأشيرة على الجزائريين قبل كأس إفريقيا، والمغرب يلغي المنطقة العازلة ويبدأ في التشييد. السلام عليكم. خبر صار كنا كنتسائلوا وكنتخوفوا من ديك الفوضى وديك الهمج، كنتخوفوا باش نشرحوا للناس اللي بغا يسمعوا كيتخوفوا غيسحبونا في كنترعدوا. كنتخوفوا ماشي كنخافوا، كاين فرق بين تخوف من الشيء وانك تخاف منه، باش نكونوا مفاهمين. لانهم غياخذوها بواحد الطريقه خايفين منا حنا شواكر لافريك، حنا عندنا النيف كيترعدوا منا المراركه كذا غيظنوا حنا ماشي خايفين. فرق بين انك كنتخوف من واحد الحاجه كنتجنبها ما باغي لا صداع لا والو وكنتمنى اني ما نوصلش للمشاكل، وبين انني خايف. هذه النقطه ضروري الاخوان خصنا نشرحوها، ماشي للمشاهدين الكرام فاهمينها لهذا الجنس القصيف، لان خصو يفهمها ويعرف على اننا حنا راه ماشي خايفين كمغاربه، حنا ما باغينش الصداع ما باغينش المشاكل، ولكن لا فريضه حنا موجودين. وكنعاودوا نقولوا اننا هذه ليست دعوه للعنف، ولا نقبل العنف ونرفض وننبذ ونشجب العنف، باش نكونوا فاهمين. انظر الى غايه 26 جان في القرار. سيد احمد معناها تحفظ، وراها تحفظات والا اي اساءه الى تونس. ما فيش إساءة إلى تونس، وما فيش معناتها نقولوا احنا دواعي سياسية، معناتها هو قرار أمني بحت، معناتها هذا هو سيد أحمد ونيس. قرار أمني ويخشاو شيئين. أولا مهما يكشفوا من شبكة الأمن والاحتياط وتتبع الأجانب اللي ممكن يتسربوا معناها في نوايا خبيثة. أولا. ثانيا يتجنبوا الإحراج مع الشعب التونسي، يسبقوا له بالمسبق: عاونا من شيرتك، رانا ما نقدروش نتحكموا في المباريات هذه بصفة بقدراتنا، بصفة تحترم علاقات الأخوة التقليدية اللي بيناتنا. أنا نرى أن هذا طبيعي واستنجاد بالأخوة التونسية حتى لا تتجاوزهم الأمور. بالنسبة للدول اللي ترتب مثل هذه المباريات هو تقليدي، معناها يعرفوا أن فما معناها احتمال أنه يقع جلب معناها جمهور يتجاوز قدرات الأمن نتاع المملكة المغربية، مهما كان الظرف عنده استعداداته الخاصة به، لكن يسعوا إلى ضبط التحركات حتى ما يقعوش في استهداف خبيث من طرف بعض جهات مناوئة تحب تسيء إلى سمعة المملكة المغربية. أنا هذا اللي نفهمه من إخواننا في المملكة المغربية. معناتها هذا القرار هو قرار تقليدي وهو مشروع اليوم في إطار ضبط الأمن العام في مناسبة ودورة رياضية كبيرة محدودة، معناها 3 أسابيع على ما فهمت. أي معناها محدودة في الزمن، والبيان يقصد الشعب التونسي بلهجة أخوية ويقول: عاونوني. كأس أفريقيا: 1. حجز تذاكر المباريات. 2. حجز إقامة فندقية قبل الدخول، قبل ما توصل قدك محاجز الفندق.
ما فيش كما بتفعلوا ترقدوا تحت السيارات، ولا ترقد فوق السيارة، ولا تروح ترقد تحت شجرة، ولا تنتظر مغربي يلمك من الشارع يجي يسكنك. ما لا تسكنني لا نسكنك، ما تسكن معايا ما نضيفك. ما فيش كده. المغاربة قروا كلهم، شوفهم كرماء وأبناء كرماء، لكن الكرم معكم جريمة. قسما بالله العظيم إن الكرم معكم جريمة. تحجز فندق يا جدك من دابة، تبحث على الفندق من دابة لأنه شوف بتكون زحمة، تبحث لك على فندق ولا على شقة من هذا الاير بي ام بي ولا من اي موقع من المواقع التي تحجز منها الشقق من ذا الحين يا جدك. لا تفكر انك ما ترقد كما تفعلوا في تونس، لما تروحوا 1.5 مليون فقير تروحوا سياحه ويلاقوكم راقدين تحت الشجر وراقدين تحت فوق السيارات في البودي عشان ما تدفعش الفندق. هذا الكلام في المغرب ممنوع. ما فيش. احجز فندق من دابة يا جدك. إذا ناوي تجي هذا، إذا أنتم ناويين تجوا أصلا، وأنا أعتقد أنكم قلوبكم المريضة لن تتحمل جمال المغرب، والله ما تتحملوا. أنا يعني من دابة، أنا ممكن أقول لكم من دابة، يعني من العامل الإنساني الذي قلبه نقي على المغرب يجي أهلا وسهلا، يجي والله العظيم ويعيش مع الناس الأبرياء الأنقياء، يعيش مع هذول الناس الأصيلين، عيش مع المغاربة الصافيين النقيين، عيش معهم يا أخي ودوز لك كم يوم. أما الجزائري الذي هو مشبع بالمروق والمغرب والملك والخلق الجع والكولسة ومولى أعدائنا والعدو التقليدي، يا ويلك ويا سواد ليلك. أقسم لك بالله بترجع مريض، بترجع ميت من القهر، لأنك سترى المغرب، وخصوصا إذا رحت طنجة. يا ويلي على طنجة. ولا تروح مراكش وتشوف مراكش عند الغروب هكذا، ولا تروح أكادير من ضفة إلى ضفة، ويا لما تروح كازابلانكا تحس إن الكرة الأرضية داخل كازابلانكا.